من زمان كنت أسمع أن الذين كاتبوا الحسين ثم قاتلوه هم من الشيعة، بس لما بحثت بالمصادر الشيعية والسنية اكتشفت المصيبة اللي ما كنت أتوقعها. راح أنطيكم خلاصة البحث، شوفوا وحكموا بنفسكم. ذكرت لكم قبل 3 حلقات رواية ذكرها البلاذري وأكدها الطبري. حدد الإمام الحسين بهاي الرواية بعض أسماء لكاتبه ثم قاتلوه فيما بعد. رواية متفق عليها عند الشيعة والسنة، وذكرنا 3 أشخاص. نجي لآخر واحد ذكر الإمام وهو يزيد بن الحارث، هذا اللي أرسله ابن زياد على رأس 1000 جندي كما يذكر البلاذري، كان قائد مع عمر بن سعد. كذلك هذا الشخص ما لقيت له أي تنزيه كتب الشيعة، بينما المصيبة لقيتها بكتب السنة. والغريب يصفوه علماء السنة بأنه تابعي كبير، بذكر ابن حجر في تعجيل المنفعة. ومصيبة المصائب البخاري ذكر في تاريخه ولم يذكر فيه أي جرح، وهذا اللي ذكره ابن حجر. شنو هاي؟ المشاركة في قتل الحسين ما يعد جرح للشخص؟ كل اللي كاتبوا الحسين الدور قاتلوه، إذا ما كانوا صحابة فهم تابعين أو ثقات عند السنة، ومن شيعة آل سفيان اللي فضحهم الإمام. شو تقولون هسه؟ الشيعة شاركوا بقتل الحسين؟ انتظرونا بالحلقات القادمة، راح نتعرف على الرؤوس الكبيرة بالجيش، شنو كانوا؟ شيعة لو غير ذلك.